لا، مباراة الريال وبروسيا مباراة غريبة، تحسها تمثيلية، كأنما ريال مدريد يريد يراوي مبابي شلون تصير الرومنتادا. يعني كأنما مبابي يسأل فينيسيوس يقول له الرومنتادا شلون تسويها؟ قال له فينيسيوس انا اسوي لك اياها اليوم، قال له راويني اياها، وراوها لمبابي شلون تصير الرومنتادا. يعني مباراة خرافية. صحيح اداء الريال بالشوط الاول مو الاداء ذاك الاداء القوي، ولا نقول ذاك الاداء المخزي. وصل الريال وهدد وبالعارضه وبالعمود وما اعرف شنو، والكله مال بلينغهام هدف محقق ضيعها. بس اهداف بروسيا دورتموند اجت اهداف مخزيه، لان الدفاع يعاني مال الريال. يعني تحس الهدف الاول لبروسيا الاسيست اجى بطريقه رونالدينو، يعني دايروش اللاعب ولعب باص. الهدف الثاني اجى خطا من لوكاس فاسكيز، يعني اللاعب جاء من خلف لوكاس فاسكيز وسجل الهدف. تحس ان اخطاء دفاعيه يعني مخزيات صراحه. شرفكم هاي المباراه بمن اذكركم؟ ما اذكركم مباراه الريال وليفربول لما ليفربول تقدم 2 بالانفولد، ويعني الريال تحسه انهار. صراحه الريال البارح انهاروا الشوط الاول، بس ما اعرف كارلو انشيلوتي بين الشوطين ايش حاكى اللاعبين، بس اريد اعرف ايش قال لهم، شو تسوون، شو تعملون، ما اعرف. يعني ذيك المباراه ليفربول والريال، الريال تاخر 2 ورجع بالمباراه وصارت 5-2. هاي المباراه مثلها تماما، حتى احتفاليه فينيسيوس مثل احتفاليه رونالدو. يعني كل تفاصيل المباراه تذكرنا باحداث ماضيه، يعني احداث يعني سابقه احنا شايفيها، تقول هذا فيلم شايفيه سابقا وجاي ينعاد. يعني ما اعرف جاي يسوي الريال جاي. يعني شوف الاهداف، الهدف الاول عن طريق روديجير بعرضيه من كيليان مبابي، هدف خرافي. هذا الهدف هو اعتبره اهم هدف بالمباراه، لان فتحت شيبسي هيك تحسه. اما الهدف الثاني للريال اجى عن طريق خطا دفاعي من فريق بروسيا دورتموند، مثل ما خطأوا الريال بروسيا دورتموند هم خطأ. لكن المصيبه وين؟ الريال من تخطأ امامه يعاقبك. فالهدف الثاني رجع الريال، يعني الريال انتقل من فريق خسران الى فريق متعادل. والريال اذا تعادل وياك وانت بتقدم 2-2 يرجع يعادلك، هاي مصيبه، يقول الريال بعد ما توقفه. اما الهدف الثالث فجاء عن طريق اللاعب لوكاس فاسكيز، اللاعب تحسه جاي يريد يعوضك، يقول لك انا غلطت بالدفاع اريد اعوض غلطي، تلقى الفريق هدف بسببي، هذا هدف بمكانه، هيك جاي يقول لك. شوف الهدف تحسه يعني يقول لك انا جاي اعوض. اما الهدف الرابع فينيسيوس جونيور كان قافل على القضيه، قال لك كان الريال يفوز اليوم، يفوز برباعيه بخماسيه، اليوم احنا نفوز. صحيح بروسيا دورتموند هجمه من عندهم كانت جول خلف الله على كورتوا، يعني مستحيل احنا نسولف على ريال مدريد ومباراه ريال مدريد وما نسولف على كورتوا اللي طلع اهداف لا تصد ولا ترد، طلع اهداف محققه على الريال ويعني شال الفريق. اما الهدف الخامس فختمها فينيسيوس جونيور بخماسيه وهاتريك لفينيسيوس، والف مبروك ريال مدريد الفوز وال3 نقاط، والف مبروك فينيسيوس جونيور الكره الذهبيه. وما بقى شيء، ان شاء الله الكره الذهبيه انحسمت لفينيسيوس جونيور بعد هذا الاداء الخرافي وبعد هذا الهاتريك.